العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. رؤساء كينيا وصربيا يبعثون بالتهنئة بعيد الاستقلال. الشعب الإريتري يحتفل بثمرة صموده وتصديه. الإريتريون في هولندا يحتفلون بعيد الاستقلال. أمريكا ترسل مزيدا من الجنود للشرق الأوسط. الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يطيح برئيسة الوزراء البريطانية. ومصرع 19 طالبا داخل مركز تعليمي بالهند. أهلا بكم إلى تفاصيل. بعث رئيس كينيا أوهورو كينياتا وصربيا ألكسندر فيتشيتش ببرقيتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وأكد الرئيسان على العمل لتطوير علاقات بلديهما مع إريتريا. أوضح المشاركون في الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال أن السلام والاستقرار القائم في البلاد والمنطقة عامة نتاج صمود الشعب الإريتري لسنوات طويلة والتضحيات الثمينة التي قدمها. وأكد المحتفلون على جسامة التضحيات المقدمة بداية لتحقيق الاستقلال ومن ثم الدفاع عن السيادة. وقد تمكن الشعب الإريتري المناضل من تجاوز جميع التحديات وحافظ على قيمه ليدخل إلى المرحلة المبشرة الراهنة. وأوضحوا بأن الصمود والوحدة وحب الوطن ضمان الوجود والاستمرارية، ويجب العمل الواعي للحفاظ على هذه القيم. احتفل الإريتريون المقيمون في هولندا بالذكرى 28 لعيد الاستقلال، وتضمن حفل الافتتاح الذي افتتحه سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا تضمن برامج ثقافية وفنية تضع بالاعتبار فئة الأطفال. وأشار السفير ناغاسي كاسا إلى استثنائية احتفالية هذا السنة، وقال أن مناخ السلام والصداقة الكائن في القرن الأفريقي نتاج صمود وتفاني الشعب الإريتري، داعيا المواطنين لتمتين وحدتهم ودعم برامج التنمية. من جانبه أوضح قنصل إريتريا السيد سلومون محري أن 24 من مايو لها مكانة خاصة في وجدان الإريتريين، وشكر كافة المساهمين لتنظيم احتفال هولندا. قدم سكان ضاحية وكدوبا بمديرية بريخ في الإقليم الأوسط دعما ل 26 أسرة شهيد بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال، قائلين: نعيش بكرامة لتضحيات شهدائنا. وقال مدير ضاحية بريخ السيد محري قديفة أن البرنامج نظم بتعاون فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الضاحية، وهدف للتأكيد بالوقوف معهم دائما. وذكرت مسؤولة اتحاد المرأة في الضاحية السيدة زمام تكيه أن إعالة أسر الشهداء لا تترك للحكومة وحدها، داعية جميع المواطنين للمساهمة حسب القدرات. وأشار أسر الشهداء إلى أن السلام الذي تحقق نتاج التضحيات المقدمة شاكرين الدعم الحكومي والشعب المقدم لهم. وذكر مدير مديرية بريخ السيد تسفوف السهاتين في المناسبة جريمة القتل الجماعي التي ارتكبها المستعمرة في وكدوبا وآثارها، داعيا الشباب للعمل دوما لتنفيذ أمانة الشهداء. ذكر سكان ضحية لوكاي بمديرية كركبة أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت لهم بعد تجمعهم في عام 2001 أحدثت تغييرا إيجابيا في حياتهم، داعين الجهات المختصة لصيانة بعض الخدمات التي أصيبت بالأعطال لعملها لسنوات طويلة. وأوضح مدير الضاحية السيد كرار وهاج عن تعطل خزانات المياه والأنابيب ومحطات التوزيع التي شيدت في عام 2009، وأجبرهم ذلك للسير مسافة طويلة لجلب المياه غير الصالحة.
وحول خدمات التعليم أوضح وجود مشاركة جيدة للمرأة في المرحلة الابتدائية، لكن اضطرار الطلاب للذهاب إلى أملايت لتلقي التعليم المتوسط يتسبب في انخفاض المشاركة خاصة للمرأة، ويجب فتح مدرسة للمرحلة المتوسطة. وقال مساعد التمريض حسن محمد علي أن العيادة التي افتتحت في 2007 لخدمة 3 ضواحي تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال والتحاليل الطبيعية للدم، داعيا لتطويرها تماشيا مع ازدياد أعداد المستفيدين منها. وتبعد لوكايب التي يقطنها حوالي 4000 نسمة تبعد مسافة 350 كيلومتر من حاضرة إقليم القاشبر كمدينة بارونتو. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، واصفة الخطوة بأنها تهدف لتعزيز الدفاعات في وجه إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة في الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال هذا العدد، واصفا الخطوة بأنها إجراء دفاعي ومن بين الجنود مجموعات لإدارة نظم دفاع صاروخية والمراقبة الجوية ومهندسون لتعزيز الدفاعات. ويمثل قرار إرسال الجنود تراجعا بالنسبة لترامب الذي قال سابقا أنه لا يرى ضرورة لإرسال المزيد من الجنود. واتهم الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر، في مؤشر على ما قد تنتهي إليه تحقيقات جارية بشأن الحادث. أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أنها ستترك منصبها لتفتح الباب لمنافسة ستأتي برئيس وزراء جديد يمكن أن يسعى لخطة الانفصال أكثر وضوحا عن الاتحاد الأوروبي. وسيزيد رحيل ماي من عمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد، إذ يرجح أن يرقب الزعيم الجديد في انفصال أكثر حسما، وهو ما يزيد احتمالات الصدام مع الاتحاد وربما إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها. وتترك ماي ورائها بلدا منقسما بشدة ونخبة سياسية تواجه أزمة تتمثل في موعد الرحيل عن الاتحاد وكيفية إتمام ذلك. والموعد النهائي أمام بريطانيا للخروج من التكتل هو 31 من أكتوبر. لقي 19 طالبا على الأقل غالبيتهم من الإناث مصرعهم في الهند جراء حريق اندلع في مبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يقفزون من عدة طوابق أثناء محاولتهم من الهروب من النيران المشتعلة في معهد تعليم في مدينة سورت بولاية جوجرات وسط صيحات الرعب الصادرة من العابرين. وأشار إلى أن ما بين 150 إلى 60 طالبا كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حيث اندلع الحريق. وتمددت النيران سريعا بسبب المواد التي يتشكل منها سقف المبنى وفق ما أفادت السلطات المحلية. قالت وكالة رويترز أن شركة نوفاريتس السويسرية حصلت على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع، لكن اللافت في الأمر هو ثمنه المرتفع للغاية. وأوضحت الوكالة أن ثمن علاج مرض ضمور العضلات الشوكي عند الرضع يبلغ 2.1 مليون دولار، الأمر الذي يجعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه. ويشمل هذا المبلغ الضخم فقط العلاج المقدم للمرضى لمرة واحدة لا غير. ودافعت الشركة عن الرغم الباهظ للغاية، وقال مسؤولوها أن العلاج لمرة واحدة أفضل من العلاجات طويلة الأمد التي يشيرون إلى أنها تكلف مئات الآلاف من الدولارات سنويا. وكانت الشركة حاولت عرض الدواء الذي سمته زولنجينزما في أبريل الماضي لقاء 5 ملايين دولار، لكن تقييما مستقلا رأى أن الرقم مبالغ فيه للغاية،
مما أجبر الشركة على عرض الدواء بسعر أقل. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه. عدي عد وفري تاتني فين ما قتلمعي عدي عد صعري عدي انكو قلبي تشاع ترسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا عدي ذلين عايني عدي عد وفري تاتني فين ما قتلمعي عدي عد صعري عدي انكو قلبي تشاع ترسي عدي وليلا هاجر صندق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا